معلش بجد ثانية واحدة ثانية واحدة عشان انا صوتي رايح. انا عايز اسأل سؤال صغير. انت قبل ما تيجي سألت علينا؟ يعني انت عرفت مين الاهلي قبل ما تقعد تقول انا زعيم اسيا وانا كبير القاره وانا اللي كسبان الهلال وكسبان النصر وانا مش عارف ايه والحديدي اتنى وراح وجه سألت علينا؟ يعني بجد انت عارف احنا بنعمل ايه في اي زعيم ولا كبير اسيا؟ اصل احنا سمعنا زعيم اسيا، كبير اسيا، فشيخ اسيا، اللي بيحط باسيا، اللي مش اسيا، يعني سمعنا كتير. اي حد بيجي بنزعله. فانت سألت علينا؟ يعني سفيان رحيمي ده انا عايز اشوفك. يعني انت نادي العين احنا عاميناك، انا مش شايف. ما انا مش شايف، احنا عايزين نشوفك. ما مش طبيعي اللي حصل. فانت ما سألتش. طب لما سألتش بتنكشنا ليه؟ انت مش عارف ان اخر النكش ده هيحصل ايه؟ ما هو انت هتزعل. ده 3-0 واحنا يعني انت فاهم، واحنا مطلعين كل نجومنا بره. يعني احنا بنلعب بربع فريق، بنص فريق، فريق الا ربع. فانت ما سالتش فبتنكشنا ليه؟ سفيان الرحيمي ما بانش، وكان في الراجل بتاعهم مذيع ده اللي قال لك لا العين حاجه وبتوع السعوديه حاجه. صح، انت عندك حق، انا عارف انت عندك حق. العين طلع اسهل واهيف واتفه، انت عندك حق. لا يعني الهلال كنا خايفين منه شويه، الاتحاد يابا كانتي وبنزيما مش عارف كنا خايفين منه شويه. العين مفيش، ما جاش. على الاقل دول لعبوا معانا، عملوا هجمات. العين 90 دقيقه مفيش. كريسبي باشا بتاعهم ناجد سيبانيه بيقول لك مع اصل احنا غلطنا غلطه فاللي خرجتنا بره الماتش. يا اخي توكا، انت ما جيتش، انت ما عملتش حاجه صح في الماتش. واحد بيطلع المفروض بعد الماتش يتكلم تكتيك وتحليل ويقول لك الفرقه دي وعملت والاوفر والصح والغلط ومن تحت ومن فوق من الجنب. انا واحد عايز احلل فريق العين ده، الفريق الجبار اللي لسه لاعب هلال وجايب فيه 4 ومطلع النصر كريستيانو رونالدو من دوري ابطال اسيا السنه اللي فاتت، وبعده طلع النهائي وخدوا البطوله دوري ابطال اسيا. بقى انت متخيل احنا بنلاعب مين؟ انت فرقه يابا، فرقه وكلهم ومش عارف ايه. انا عايز احلل بقى الاداء والمفيش. انا مش شايف اداء احلله. اصل هتيجي تقول لي اصل الاثنين اللي قدامه سفيان رحيمي كان مش عارف بالوينج الشمال، بعد كده بيروح مهاجم تاني، والنين بيعمل ايه وبيطلع وفين وبينزل منين مفيش. انا عايز اشوف ده زرط كروي. ده هقعد اكلمك كده ده اي حاجه. انا مش هقعد اقول لك الكلام ده واضحك عليك عشان ما كانش بيحصل. هو بجد اللي كان بيحصل ان العين ما جاش، عمال ياخد بليبو، عمال ياخد على وشه، عمال ياخد بلفه، وعمال ياخد مفيش عين. ومعلش بقى، معلش سؤال رفيع جدا جدا لأسامة ابو علي. تمام، مالك؟ هو انت كنت هيجال ليه؟ بجد انت هيجال ليه؟ الواد ما شاء الله 90 دقيقة فرق، ضغط، لعب، اجوان، نزل لبا كوتشو من على الدكه بيديله مفيش اي حاجه. يا جدعان وسام ابو علي، تنين ابو علي، ده فاندام ابو علي، تمساح ابو علي، ايه يا جدع ده ايه؟ الله اكبر يا جدعان، عندنا هجام. وبعد كده سؤال بقى تاني افشخ من السؤال الاولاني. امام عاشور مالك؟ ايه الجون ده؟ معلش اصل انا اتلوحت لما جبت، اصل ده مش جول لعيب مصري بيجيبه، والله مش لعيب اوروبي. يعني ده جون مفيش حد بيعرف يجيبه اصلا. يعني الجون اللي رفعه اللي مرفوعه له دي وعلى الطاير وفي الهوا ودب كده، دي ما حدش يعرف يجيبها اصلا. يعني دي ما بتجيش. فايه ده؟ يعني جات لك منين الفكره ان انت تجيبها بالطريقه دي؟ يخرب بيتك. الله اكبر عليك يا امام يا عاشور، هدف عالمي قدام العالم كله. احنا قلنا ان احنا الاهلي، اي حد بقى زعيم كبير، اي حاجه فيها كلمه اسيا، يعني اي حاجه هتحط جنبها كلمه اسيا خلاص كده اعرف ان هي هتتركب. بجد ده يعني ده اكتر حاجه محترمه ممكن اقولها، ان اي حاجه جنبها اسيا هنركبها مش هنركبها، هنركبها كده. تمام؟ فياريت اي حد يجي من عند اسيا ما يقولش عشان هنركبه. سلام.